هي الدنيا بجد والله جرى فيها ايه يا جماعة اللي بيحصل ده. تخيلوا الأستاذ اللي في الصورة ده ملتزم دينيا، قيل إنه بيؤم الناس في المساجد، ولكن أحد المواقع نفت الكلام ده. الأستاذ اللي انتوا شايفينه في الصورة ده ذبح أمه وفصل آه، رأسها عن جسدها. طبعا قيل إنه هو كان يؤم الناس في المسجد وحصل على دبلوم صنايع. الله أعلم إيه السبب بقتل، إيه اللي خلاه يعمل كده يعني. أيضا مذكور إنه هو مصاب بالهلاوس وحالة نفسية سيئة، والجميع ذكر حتى لو لم يكن يؤم المصلين ولكنه من المترددين على المسجد، وكمان متدين وعنده أخلاق عالية. فإيه اللي خلاه يعمل كده؟ تمام أهو. بالنسبة فيما يخص إنه هو كان يؤم الناس ولا ما يؤمش الناس، مش ده موضوع عامة، لكن هو المحصلة إنه هو إنسان آه، مريض نفسي. ليه يتم ترك المرضى النفسيين لحد ما توصل ليهم أو يوصلوا للحالة دي؟ ده اللي أنا عايز أقوله. لأن المرض النفسي أغلبه إحنا هنا في مصر بناخدوه بالمعايرة وبالجنان، ده فلان مجنون، ده فلان ده عنده مرض، ده فلان، وكلنا مرضى نفسيين. فياريت ما نتركش المرض النفسي يوصل لهذه المرحلة. يعني واجه نفسك، شوف جيرانك، شوف ابنك، شوف أخوك، شوف قريبك، شوف صاحبك، حاول توسع صدرك عشان ما تبقاش مريض نفسي، أو ما تزودش مرض حد عنده مرض نفسي. أهو على العناوين في الصحف: مريض نفسي يتخلص من والدته بالدقهلية. قال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية إن الشاب المتهم بذبح والدته وفصل رأسها عن جسدها بمدينة المنزلة ليس إماما بأي مسجد تابع للوزارة مثلما تردد. يعني مش ده موضوعنا مولانا، ولكن طبعا حقك تنفي إذا كان، بس هو ممكن يكون إمام متطوع يعني. ففكرة إنه هو مش تابع دي مش هي دي القصة. وأكد اللي هو الشيخ وكيل وزارة الأوقاف وله كل الاحترام والتقدير في تصريحات خاصة لإحدى الصحف أنه فور علمه بالواقعة وتداول معلومات عن كون المتهم إماما لمسجد البستان بمدينة المنزلة تواصل مع مسؤول الإدارة للتأكد واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أنه تبين أن المتهم لا علاقة له بالمسجد. شوف كده الكلام اللي ذكره، سوى أنه من المترددين عليه بانتظام ويؤدي الصلوات به نظرا لقربه من منزله، كما أنه حاصل على دبلوم صناعي. والله في ناس من الدبلوم الصناعي وغيره بتكون متقنة لقراءة القرآن وعلى خلق والكلام ده. عامة ده مش موضوعنا. المهم الجريدة بتكمل وتقول، اللي هي القاهرة 24: شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة، حيث تخلص شاب في العقد الرابع من عمره من والدته ونحرها من رقبتها وفصل رأسها عن جسدها، وذلك داخل منزلها بمنطقة كبر الصنايع في منطقة الدقهلية. وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين أن المجني عليها تدعى نرجس السيد محمد 58 سنة، وتخلص منها نجلها محمد كاف ميم عين 33 عام، حيث كشفت التحريات أنه مصاب بمرض نفسي وهلاوس، وتدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة، وأصيب بحالة هياج دفعته لقتل والدته. ربنا إن شاء الله يدفع عننا كل ضيق في الصدر وكل مرض نفسي وكل السامعين. ولكن شايفين شكله، شايفين يعني أنا لو شفت حد زي ده ومن الكلام اللي بيتقال عليه
وإنه متدين وخلوق وبيصلي إمام بالناس زي ما بعض الناس ذكروا، أو ملتزم في الصلاة على الأقل، إيه اللي يدفعه لأنه يقتل والدته؟ يا ريت نوسع لبعض ونساعد بعض وما نعيرش بعض وما نكترش الطعنات النفسية اللي بتدمر القلوب لبعض. تحياتي ليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وإن شاء الله معاكم على طول في بالصوت والصورة، فضفض مع حضراتكم في كل اللي أنا عايز أتكلم فيه، خاصة في القضايا الهامة والقضايا التي تمثل أو المجتمع يحتاج إن احنا نتكلم فيها، وإن احنا نشوف الأخطاء فين ونعدل هذه الأخطاء. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.